السلام عليكم. كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم اكلتنا كمان اكلة نباتية وطيبة وسهلة التحضير وما بتاخد وقت ابدا. اكلتنا اليوم تشبه التبولة ولكن هي على الطريقة الكردية. فيكن تقولوا تبولة كردية يعني، لانه بدخلها كمان ورقيات اللي هي الخضرة اللي مثل ما انكم شايفينها قدامكم، بقدونس وبصل وثوم وفليفلة. بس البرغل هون بيكون برغل خشن، منضيف برغل ناعم بس مو هلأ. الكردي بيقولوا لها دونك هالطبخة، وبتتقدم جنب البورانية أو شوربة السلق، ولكن أنا بدي أساويها من دون أي شي، فقط بدي أحط معاه لبن عيران. بالبداية بدي أغسل البرغل، طبعا أغسلها كتير منيح. أول طريقة لحتى تنقعوا البرغل، إما هيك بتغلوا مي وبتحطوا البرغل عليها طبعا مع التوابل وهلأ الشغلات اللي بدي أضيف لها، أو فيكن هيك تغلوا مي وتضيفوها فوق البرغل من دون ما تغلوها على النار. هاي إلها عدة طرق طبعا، والطبخ بالنهاية أذواق، كل واحد بيعمل الطريقة اللي بتناسبه. أنا ما عيرت المي، بس شو سويت؟ حطيت البرغل هيك كله بالنص من دون ما أوزع البرغل بالطنجرة كلها، حطيتها هيك على شكل مخروط أو مثل ما بيقولوا له هيك، يعني إنه صار إلها شوية قمة من فوق. شايفين المي غطى عندي البرغل كله، هذا دليل إنه المي كافي، يعني ما في داعي أضيف مي كمان. وإذا شايفين طلع كتير عنه فيكن تطالعوا شوية مي، وإذا كان ناقص ضيفوا مي لحتى توصلوا لهون. شايفين؟ وعن جد هالطريقة هاي بتضمنوا إنه ما بيخبص معكم، ولا بضل يعني هيك إنه فيه قرطة. لهيك هالطريقة كتير كويسة، وأنا دايما بساويها وبتطلع بإذن الله ظابطة. وهاي بدي أحط معلقة ونص دبس بندورة بالبداية، رح حركهم. بدي أضيف كمان نعناع يابس، بدي أضيف معلقة كمون صغيرة، كمان رح أضيف فلفل أحمر كمان معلقة صغيرة، هاي حلوة طبعا مو حادة. آخر شي رح أضيف معلقة صغيرة ملح. هلأ رح حركهم كلهم قبل ما يبلش يغلي عندي. هلأ رح أعيفهم حتى ينطبخ البرغل عندي. هلأ بالبداية رح أفرم البقدونس، طبعا كمية الخضرة انتو بتتحكموا فيها، فيكم تزودوا وتقللوا، انتو احرار يعني. حاب اضيف بس الورقة الخضرا طبعا. رح نفرم الفليفل، دقيت الثوم طبعا بالملح، فكل واحد بيضيف. هلا انا رح اضيف ثوم، معلقة كبيرة ثوم مليانة طبعا، فيكم تقللوا فيكم تزودوا كمان، هذا بيرجع لكم. هلا حابة اورجيكم هاي كمان بعد ما طبختها، طبعا مثل اي طبخة عادية، بس تبلش تغلي بتغطوها وبتعيفوها لحتى تصير هيك يعني. شايفين حبة مستوية بنفس الوقت ما عجنت ابدا. هلا انا بدي ابرد البرغل، لانه ما بصير احط البرغل فوق البقدونس والبصل وهي سخنة. هيك حاولوا افردوها حتى تبرد معكم بسرعة يعني. وهلا الجو بارد يعني ما بدها كتير وقت لحالها بتبرد. هلا خطوة ما قبل الأخيرة، عندي هون زيت زيتون وعندي هون سميد ناعم. هلا راح احط الزيت على النار واحط فوقه السميد، لانه انا بدي احمص السميد. وهلا راح اضيف السميد فوقه. هاي التحميصة للسميد بتعطيها قرمشة كتير طيبة بالطبخة. انا بدي احصل على لون ذهبي للسميد، ما بدي احمصه زيادة.
لانه الزيت بيضل سخن، بضل فيها حماوة. اذا عفتها كتير على النار رح يتحمص زيادة عن اللزوم، فبدي احصل على لون حلو. بدي اطفيه اول ما يبلش السميد ياخد لون. هلا شايفين هيك السميد اخد معي لون حلو. هلا رح طفي تحته. هلا رح فضيها هون لانه هاي باردة. هلا فضيتها هون مشان اخد راحتي بالتحريك. هلا رح ضيف البرغل فوق الخضرة. رح ضيف شوية نعناع يابس هيك رشة، ورح ضيف ملح الليمون كمان رشة، بس هيك شوي تكون محرزة. رح حركهم سوا كتير منيح. بعدها رح ضيف الزيت فوقها. هلا هيك حركتهم كتير منيح. رح حط الزيت والبرغل فوقهم. طبعا انا حطيتهم بارد لحتى البقدونس والبصل يضلوا محافظين على اللون. هلا رح حركهم مع بعض. طبعا هاي الاكلة طيابتها بزيت الزيتون تكون هيك، لازم يكون الزيت شوي كتير يعني حتى يطلع الأكلة طيبة.